يوم ما فتحنا كلام عن فساد أدوية مستشفى الدكتور صلاح يزن لعلاج الأمراض النفسية والإدمان في التجمع الأول، وأنا بوعدكم إني هعمل حلقة مخصوص بالأدلة وبالإثباتات. عشان اللي مش مصدق إن الأدوية دي منتهية الصلاحية بقالها 3 و4 سنين يصدق. يا نسا، انت جديده هنا ولا ايه؟ انا نازله مكان ام ايمن، هي مبلغه اجازه والشركه منزلاني مطرحها. طب خدي هو ايه؟ اسمك ايه بقى على كده؟ اسمي صباح السيد احمد. وأنا عايز أأكد إن دورنا كصحفيين مش إن إحنا نحاسب حد، إحنا اللي بنحاول نعمله يا جماعة إن إحنا نعرض القضية، نتكلم عن شكاوى الناس. في جهات تانية هي اللي مسؤوليتها إنها تحاسب وتعاقب. يا مريم. ايوه 643 ده الاسم. صباح السيد احمد. تمام خليها تعدي. تمام يا صباح، كده مقفول، خليكي كده على طول يا بابا. ولحد ما الجهات دي بقى تتحرك أو حد يطلع من المستشفى يدينا أي تفسير، أنا بوعدكم إن أنا مش هخاف إني أفضح علنا فساد مستشفى الدكتور صلاح. رئيس قسم التمريض موجود في الطوارئ فورا. معلش يا دكتور لا مؤاخذه، الكارنيه مش شغال وانا لازم انضف جوه قبل ما الشفت يخلص. تمام هفتح لك حاضر. اتفضل. شكرا. ما هو اكيد يا فتحي ممكن ناخد اجراء قانوني. يعني الواد المره دي بيقول اسمي علني، يعني مش همه حد. فساد أدوية مستشفى الدكتور صلاح يزن لعلاج الأمراض النفسية والإدمان في التجمع الأول، وأنا بوعدكم انا المره اللي فاتت كبرت دماغي، بالأدلة بالإثبات. بس خلاص بقى. عشان اللي مش مصدق إن الأدوية دي منتهية الصلاحية بقالها 3 و4 سنين لا. يصدق. يعني ايه بيجيب معلوماته منين؟ وأنا عايز أأكد إن دورنا كصحفيين اكيد في حد جوه المستشفى بيسرب له. خلينا بقى نتكلم في وقت تاني يا دكتور. أنا حاسة إن مزاجك ما بقاش رايق. طب هو في ايه عند المزاج اللي مش رايق ده غيرك؟ بس أنا سامعة دوشة تحت، وفي حد في البيت؟ ده مروان ابني عامل حفله عيد ميلاده وجاب صحابه. تتكلم جد؟ طمني، دوشتهم دي هلا تخلينا نقعد براحتنا. قولي لي بقى، كنا بنقول ايه قبل ما الواد بتاع اليوتيوب ده يدوشنا بقصصه؟ كنا بنقول إن أنت هتاخدني معاك نتفسح. طيب أنا عندي شغل الشهر الجاي في باريس، تيجي؟ ايوه هنا. افتح ايردروب. شغال. دن. استني بس، ابعت لك الفلوس عشان حساب.
يا ابني قلت لك 100 مرة مش هاخد منك فلوس. أولا صلاح يزن ده راجل مجرم وحرامي، وليا الشرف إن أنا هوديه في 60 داهية. ثانيا أنا كل الشغل ده بساعدك فيه كده، بتسلى لحد ما يكلموني في الشغل وارجع تاني. طيب انا هختار حساب على مزاجي بقى ابعت لك عليه. برضو؟ ده حقك. عايزه بقى تصرفيهم، عايزه تبرعي بيهم لحساب الاغاثه، انت اللي قلتي الشغل شغل. متشكرة. طب ايه؟ انت مش ملاحظه انك من ساعه ما رجعت يعني ما قعدناش نتكلم كلمتين على بعض؟ عايزة أنام. طب مش عايز تاكلي؟ طيب يعني سوشي، تشيز برجر، حواوشي، كشري، اي حاجه. يوسف بص لي في عينيا كده. ايوه. أنت شايف واحدة تانية غير نادين اللي أنت تعرفها؟ نفسي. بتغطى كويس قبل ما تنام. تصبح على خير. انت لا